السلام عليكم، صبحكم الله بالخير يا ربع. كيف الحال وشلونكم؟ عساكم طيبين. أيوة، اليوم عندنا سالفة إن شاء الله أنها تكون زينة وتعجبكم. والله يقولها فيها كالشايب اللي أنا أعرف يسولف علي. والله يقول الله رزقني بعيال والحمد لله، 4 عيال. والله يقول 2 منهم واصلة والحمد لله ودرسوا وجيدين وممتازين. والله ودخلوا الجامعة وتخرجوا. واحد منهم طلع دكتور في مستشفى. والله ولله الحمد. والثاني محامي. والله فتح له مكتب ورزقها الله والحمد لله. والله جاه الرزق. والله المهم يقول وابتخل فيهم أنا. يقول كل ما رحت المناسبة حطيت واحد على اليمين والثاني على اليسار، وهذا من حقي. والله الله يصلحهم. يقول المهم يروح المناسبات ورازهم رز، عزهم عز وقدرهم. والثالث منهم وليد يقول الله يستر عليه، يقول غبي وما عنده، راعي مشاكل وراعي بلاوي، كل يوم تفحيط، كل يوم مشاكل، كل يوم بالشرطة. والله فشلنا قدام العالم. يقول دائما أقول يا ولد اعقل ما فيه فايدة. المهم يقول حصلت مناسبة عند الجيران. لا قبل يقول واحد من الجيران غثيث جاري اللي على اليمين. يقول غثيث مروح. المهم تمشكلت انا وياه، يعطيني كلمة يعطيك كلمة، بس ما وصلت عادلة مدت اليد. والله يقول كلام يتكلم عليه واتكلم عليه راح يدفع البلاء بسبب مشاكل سيارات وما سيارات وما أدري ليه. المهم صارت في مناسبة بين عند واحد الجيران وعزمنا، رحنا هو جاري وأنا. رحت أخذت عيال ورزيتهم، واحد على اليمين وواحد على اليسار، ومشينا لا المناسبة هذه. خلصنا والحمد لله، قضت المناسبة انبسطنا سولفنا مع الجيران. والله رجعنا جينا راجعين للبيت. يقول جينا ودخلنا البيت. والله قعدنا شوي عقب العزيمة. المهم والولد الصغير يدور عليه هذا راعي المشاكل، ما لقيناه. المهم شوي لجاك هذا ذيبان اللي هو الوليد الصغير اللي أنا ما أعزه ولا أقدره ولا شيء، ما أعطيه حتى ما أدري. يقول المهم تركناه. جاء ودخل. والله ولا قلت له شيء ولا أي شيء، ولا قلت له أي كلمة. المهم والله شوية لا الباب يطق. بسم الله، من هو اللي جاي يطق علينا هالوقت؟ يقول والبس ثوبي واروح. والله يقول والبس ثوبي واطلع، الا هو جارنا الغثيث هذا المروح. والله قلت خير وش تبي انت؟ خلاص يكفيك اللي جاك واللي جاني من هالسوالف. قال لا ما جاك شيء، شفت وليدك هذا شوف ملبق سيارته حول باب البيت حقي. قلت لبك ولا هو لبك، ما علينا منك. قال لا خليه يطلع. قلت طلعت روح كنت وياه. المهم وانتهاوشن وياه، أعطاني كلمة وأعطيته كلمة وتطور الوضع وجال الضرب. والله انت جالد أنا وياه وانت جالد، ويمسكني يقول هو قوي معضل الله يدفع البلاء. ما دريت انه كذا ولا ما هاوشته. المهم مشيني فوق ويعطيني من هالضربات. يقول يمسكني على الجدار يقعد يضرب في وانا صايح، واصواتنا طلعت. والله اصواتنا طلعت على الناس شوي. يوم طلعت اصواتنا والله شوي لا يطلع وليد السبيل اللي هو الدكتور. ها وش تسوي في ابوي؟ وش تسوي ابوي؟ الملعون اللي فيك ما يخطيك، ترى هذا اذا ضغطته يتكلم من منطوق الطب. يقول ترى ان ضغطته يبي يتوقف الدم مدري ويش وتكسر عظامه. ابعد عن ابوي. يقول يمسك ذاك ويعطي ذاك الكف والضربه. يقول له من بعيد طائح. والله هو شوي لا يطلع الولد الثاني اللي هو المحامي. وش سويت بابويا ما ادري له هالهبال هذا والصجه واللج، ويجي بيضربه يفكني وانا اسمع، ويحاول يعطيها كالضربه الجاذب، يعطيها الضربه ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم يصقع وذا هو طايح جنب اخوه. والله المهم ويقعد هذا يضرب فيه رهيت فعلا. بحاول افك روحي، بحاول اضرب، والله ما قدرت. والله المهم شوي ولا يطلع
ذيبان. الوليد اللي وليدي الثالث هذا اللي أنا تقرأ وقايل له ما هو بزي هذولا إنك راي مشاكل وما أعطيته وجه، ولما يجي ذيبان طاير وخر عن أبوي، حتى ما قال كذا يقول أخر عن أبوي. المهم وذاك ماسك فيه يقول يمسك الجار يقول يرفع فيه ويعطه على الأرض ويضرب فيه، وأنا أسمع ومسك بقوة. المهم طلع الوليد هذا ذيب أنا أشهد بالله أنه ذيب. والمهم وفكني يقول ومسك هذا وقعد يضرب فيه ويحط على الأرض، يحط رجله على رقبته. قال اسمع والله الحين وأنا أسمع يقول والله إن جيت أبوي مرة ثانية لا أذبحك وأخليك ميت الحين. يقول امسك التراب يحطه في فمه. اي والله. وانا اشوف وانا اقول كفو والله يا وليدي، كفو والله يا وليدي. يقول ويمسك وقفه، يقول يوقفه فوق واعتدل، يقول يرفسه كالرفسه، يرفس الجار هذا انت يا الوليد هذا، ويرفسه كالرفسه ولا طائر عند باب بيته. قال اسمع ويلك مرة ثانية تكلم بس كلمة على ابوي. يقول هذاك ما صدق خبر الله يتبع البلد، وفتح الباب ودخل. يجي الوليد يقوم اخوانه ويقومني يودينا للبيت. هاي والله يقول انا شفت اللي سواه هذا وانبسط. قلت تعال يا وليدي والله اني غلطان في حقك، ما دريت انك كذا. يقول امسك واحب راسك. قلت والله انك كفو، قال لا يا ابوي ما سوينا شيء. يقعد حب راسي. قال خلاص. قلت له انتبه المشاكل هذه ما نبيها تكو، خليك رجال وتصير احسن من اخوانك. يقول الحمد لله الولد بعقبها الكلام عقبها هذه يقول عقل وصار رجال وكمل دراسته وكمل راح الجامعة ودخل من الجامعة. اي والله يقول طلع من الجامعة وكمل بعد صار دكتور مدرس في الجامعة نفسها. اي والله اعتدلت اموره. اي والله عاد الامور والدنيا ما تثبت على حل، اي ولا تثبت على حالها. اي والله كلهم تزوج الكبير واللي بعده تزوج هذا. صرت الحيلتي الله يدفع البل انا وهالعجوز، ما في واحد وليد بس، وليد وبنتين. اي والله الحمد لله. اي والله عاد جار نرجع للجارنا يقول كل ما شفت عقب الصلاة ولا في مناسبة ولا شيء ما يكلمني ولا شيء. انا اللي اقوله شوف يا تفتح فمك مرة ثانية والله لنادي لك وليدي. اي والله عاد مو ما يدري انه كبر وعقر وكذا. والحمد لله انتهت سالفتنا. ان شاء الله تعجبكم. لا تنسوا من الاشتراك في القناة والضغط على الاعجابات ترى زين، واهم شيء قلبة الحب. والسلام عليكم.